السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض كيكاية حلوة قوي او تورتايه لكل الناس اللي بتحب النسكويك وما بتحبش طعم الكاكاو. الطريقة دي تعجبك قوي وسهلة وسريعة جدا جدا جدا. اتمنى تجربيها وتعجبك وتقولي لي رأيك فيها. وفي بداية الفيديو بقى اتمنى لو انت اول مرة بتشوفيني في القناة تضغطي لي بقى اشتراك وتفعلي بقى الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واللايك والشير. شويه حركات كده اهو، بصوا نخليها جنبها احسن اهي. اللايك والشير، وتعالوا بقى نشوف وصفتنا دي ازاي. هتعجبكم قوي قوي قوي. اتمنى تجربيها وتقولي لي رايك. معايا بنات كوبايه ونص من الدقيق المنخول اهي بالشكل ده، وعليها ذره ملح كوبايه ونص. ومعايا 3 بيضات طبعا مطلعاهم من قبل عشان برضو ايه البيض دايما يكون بدرجه حراره المطبخ. ومعايا نص كوب من النسكويك او الكاكاو لو انتي حابه. ومعايا هنا كيس من البيكنج باودر. معايا فانيليا. عايزه اقول لكم على الفانيليا دي، الفانيليا دي من عند العطار او اللي بيبيع خامات الحلويات، حلوه جدا وخام. وبصوا حاجه قليله كده بس جميله قوي وسعرها كويس، وبالنسبه لي احسن من الاكياس بكتير جدا لان هي خام وبتحطي منها حاجه بسيطه قوي. فلو لقيتيها متوفره عندك هاتيها، حلوه جدا وهتديكي كمان نتيجه ممتازه اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا هنا كوبايه من اللبن وكوبايه من الزيت وكوبايه من السكر. راعي دايما في موضوع الكيكات ان المعيار بتاعك يكون واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني نفس الكوبايه انا معايره الدقيق ومعايره طبعا السكر والزيت واللبن وكل الكلام ده، حتى كمان النسكويك. تمام في الخلاط كده على طول، يعني مش بتاخد اي وقت ولا اي مجهود ولا اي حاجه. ممكن كمان تعمليها لو جالك ضيوف فجأة. في الخلاط هنزل بالسكر وعليهم الزيت وعليهم اللبن وعليهم النسكويك او الكاكاو زي ما تحبي. وعليهم كمان رشة من الفانيليا، حاجة بسيطة قوي من الفانيليا اهي. زي ما قلتلك لو دي متوفرة عندك يا ريت تجيبيها. بالشكل ده هضرب كل الكلام ده في الخلاط وهرجعلك، خليكي معايا. ضربت الخليط بالشكل ده يا بنات اهو في الخلاط زي ما انتم ما شايفين. وبصوا الخليط عامل ازاي، تقيل جدا. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. عايزه اقول لكم بقى ريحته في منتهى الجمال، يتاكل كده. كل ما تضربيه كل ما هيتقل معاكي. هشيل بقى منه بنفس المقدار كوبايه واحطها بقى في التلاجة لغايه لما نخلص الكيكايه اهي. خلاص يا بنات انا شلت كوبايه اهي. هدخلها بقى دلوقتي التلاجة لغايه لما اخلص الكيكايه. وعندي بقى باقي الخليط اهو، هنزل عليه ب3 بيضات اهو بالشكل ده. خلاص احنا حاطين بقى الفانيليا وكل الكلام ده. هضرب بقى الخليط وارجعلك، خليكي معايا. ضربت الخليط في الخلاط يا بنات اهو.
وهنا بقى معايا الدقيق وطبعا عليه ذره ملح، ومعايا كيس البيكنج باودر اللي هو كيس كامل يعني مش معلقه ولا حاجه. وهخلط بقى ايه، هخلط بقى الدقيق مع البيكنج باودر كده بالشكل ده اهو. عندي بوله بقى يا بنات، هنزل بقى فيها الخليط بالشكل ده اهو. عايزه اقول لك انا مشغله دلوقتي الفرن برضو على درجه حراره 160، وانا بشتغل في الكيكه بشغل الفرن عشان اول ما تخلصي تكون جاهزه معاكي على طول. معايا الخليط اهو بالشكل ده، هنزل عليهم بقى بايه، كوبايه ونص من الدقيق زي ما قلت لك اهي. شويه شويه وتقلبي لغايه لما تسويه كل الدقيق وتحطي تاني وهكذا. هكمل بقى كل الدقيق وارجع لك عشان ما اطولش عليك الفيديو. خلاص كده يا بنات كميه الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهو ده القوام المطلوب. بصوا تقيل مش خفيف، ويدوب كوبايه ونص من الايه، من الدقيق اهي بالشكل ده. بصوا الكوكايه دي انا بعملها تقريبا في نص ساعه يدوب على ما تدخل الفرن، وخلاص على كده يعني متاخدش معاكي اي وقت. ومعايا هنا صينيه اهي مدهونه ماده دهنيه ومتبطنه بالدقيق اهي بالشكل ده. وهنزل بقى بالخليط بتاعي في قلب الصينيه كده اهو. بسم الله. بصوا يا بنات خلاص اهي، هدخلها الفرن بقى دلوقتي. هتقعد تقريبا نص ساعه او 25 دقيقه على حسب بقى درجه حراره فرنك. واول ما تخرج ان شاء الله هنشوفها مع بعض، خليكم معايا. الكيكه اهي يا بنات، انا طبعا خرجتها من الفرن، قعدت 25 دقيقه زي ما قلت لكم. انا بس بشيل الطبقه اللي هي فوق دي عشان الخليط بتاعي اللي احنا هنصبه عليها يدخل كده وايه ويطري الكيكه. هي دي مش ناشفه ولا حاجه، بس ايه لما تحشيها كده الخليط بقى هيدخل جوه الكيك وهيديكي نتيجه حلوه قوي. بصوا بس كده بس كده.
اهي يا بنات بقى الكيكه اهي خلاص كده. وهنا معايا الخليط اهو، انا كنت طبعا حاطاه في التلاجة. عايزه اقول لكم هو اصلا يعني جامد وجامد زياده مني اهو. بصوا هو ده المطلوب، ان هو ينزل كده ايه حاجه جامده على الكيك بتاعتك اهي. بصوا زي الجاتوه بالظبط. هبدا بقى انزله انا بالراحه كده. بصوا اهو. عايزه اقول لكم بقى ريحه النسكويك قلبة الدنيا. توزعيها كده بقى على الكيكه بتاعتك. حلوه جدا جدا جدا. تنزل بقى هي على الجناب كده اهي. يا سلام حاجه كده ايوه بجد بجد جربوها مش هتندموا. ان شاء الله الكوبايه برضو ايه حاجه كويسه جواها اهي. بصوا نزلي بقى على الجوانب كده. سلام. بصوا يا بنات شكلها في منتهى الجمال. انت ممكن كمان تعمليها لحد تورتايه في عيد ميلاد او اي حاجه وتوديها له. حلوه جدا 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 ومش مكلفه اهي. بصوا وطريه جدا كمان وعاليه يعني قوامها حلو. اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبك. اذا عجبك بقى الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفك في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله.